السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بألف خير. برضك مدام هناء سايبينها مش يعني بصوا، اي كلمة بتقولها او اي فيديو بتعمله لازم يطلعوا يعملوا عليه حوارات. طالعين ايه بقى دلوقتي؟ ليه هناء ساكتة؟ ليه هناء فيديوهاتها هادية؟ ليه هناء مش متعصبة في الفيديوهات؟ ليه هناء مش بتبكي؟ ما خلاص، هي كتبت الشقة باسم ياسمين، فكده ضمنت ان رضا مش هيورث فيها، لا قدر الله بعد الشر عليها لو حصل لها حاجة. ما هي كانت مرعوبة من كده، كانت مرعوبة ومش عايزة اسمه يبقى على اي ورقة عندها عشان لا قدر الله ما يقسمش بناتها في الورث، لان هو من حقه ياخد اكتر من بناتها. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الست قالت مليون مرة ان هم لما جم يتجوزوا كانوا كاتبين ورقة ان هو ماضي على ورقة ان هو مش من حقه ياخد في الحاجات بتاعتها اللي هي مشترياها قبل كده. يعني هو ماضي على ورقة ان هو مش من حقه ياخد اي حاجة. وبعدين عايزة اقول لكم على حاجة يا جماعة، هو انتوا اي واحدة بتتطلق اي واحدة بتتطلق بتبقى عايزة تقسم حاجتها مع طليقها؟ يعني انتوا اللي ترضوا لنفسيكم، اللي ما ترضوش لنفسيكم ما ترضوش لغيركم. يعني انتوا عايزين الست بعد ما تتطلق وياخد منها كل الحاجات اللي خدها ده، عايزين ان هو يقاسمها؟ انا حاسه ان هو لو هو قاسم مدام هناء في تعبها وشقاها ان انتوا هتبقوا في قمه السعاده. لو هو خد من مدام هناء اي حاجه من املاكها واملاك بناتها، انتوا هتبقوا فرحانين فرحه الدنيا كلها. ليه يا جماعه؟ هي مدام هناء دي مش واحده ست زيكم؟ ليه انتوا بتفرحوا في كده؟ انتوا المفروض الستات كلها تبقى واقفه كلها ايد واحده. لا، انت تروح وتطلق الست، مش الناس اللي عماله تقول له اوعى تروح وسيبها متعلقه كده وانت اتجوز. هو في ايه؟ هو في حد فيكم يرضى الام لاخته ولا لبنته اللي انتوا بتطلبوه على مدام هناء ده؟ ما تتقوا الله شويه، اتقوا الله شويه يا جماعه، حرام عليكم. دي واحده ست، ليه تتمنوا لها الاذى؟ الست ما عملتش حاجه وحشه، الست اتجوزت واتطلقت، من حقها انها تاخد ورقتها وتعيش حياتها. هو هيتجوز مش هيتجوز هو حر، خد اللي خده منها، هو خلاص الموضوع انتهى. لكن تفضل متعلقة كده وهو يعيش حياته وهي تبقى قاعدة كده؟ ما هي من حقها تجري وتدور على نفسها برضك. ما تتقوا الله شوية. مين فيكم يرضى كده؟ مين فيكم؟ ده لو واحدة منكم حصل لأختها ولا بنتها كده هتموت. ارحموا شوية، ارحموا بنت الناس. وطالعين دلوقتي مش كده وبس، خلاص رضا ماشي دلوقتي في مامادو جوز ياسمين مش هيقدر يتكلم خلاص جوز ياسمين خلاص ضمن الشقة اتكتبت باسم ياسمين خلاص، وهو مش هيقدر يفتح بقه خلاص. البس اللبس ده واطلع صور، اتكلم، اعمل، البس، اقلع، اضحك، خلاص بقى مدام هناء ملكته في ايدها. هو في ايه يا جماعة؟ هو الراجل يعني مين قال لكم ان الراجل كان بيطلع قبل كده متضايق ودلوقتي طالع مبسوط وفرحان عشان الشقة كتبت باسم ياسمين؟ انتوا بتجيبوا الكلام ده منين؟ ما تتقوا الله شوية. الولد مؤدب ومحترم وبيحب مدام هناء وبيحب بنتها، ما شاء الله عليهم. وانتوا شفتوا مامادو وشفتوا ياسمين، سيبكم من حكاية ابيض واسمر واخضر واحمر الكلام ده. المهم راجل مسلم وعارف ربنا وبيتقي ربنا وبيحب البنت، راجل محترم. لكن كل شوية نقعد نتكلم على الراجل انتوا شفتوا منه ايه عشان تقعدوا تفتحوا مواضيع وتفتحوا فيديوهات وتقولوا خلاص مدام هناء ملكته، مدام هناء هتعمل بدل الفيديو 10 عليه؟ ما تتقوا الله شوية. كمان بيتقال ان مش مدام هناء بس اللي في فيديوهاتها بقت هادية دلوقتي ورايقة، لا ده كل حبايبها اللي بيطلعوا بيعملوا قنوات، كل اصحاب القنوات ما خلاص خدوا الاشارة، احنا في امان خلاص كده. كتبت البيت باسم ياسمين، ولا قصدي الشقة باسم ياسمين، خلاص هو مش هيقدر ياخد منها حاجة كده.
الكلام الغريب اللي ادت الاشاره ومش الاشاره. طب انا واحده من الناس اهي مفيش ليا اتصال باي حد نهائي على اليوتيوب، نهائي نهائي نهائي، لا هم عارفيني ولا انا اعرفهم ولا في اي. يبقى اخدت الاشاره ازاي؟ انا اخدت الاشاره ازاي يعني؟ استغفر الله العظيم. وبعدين طالعين يتكلموا على مدام هناء. هو انت محتاجه عشان تشحتي طالعه تقولي انا بقبل الهدايا دلوقتي؟ وكنت بتقولي قبل كده يا جماعه انا هطلع العمره على حسابي، دلوقتي لما جاتلك العمره بقيتي فرحانه مجانا؟ فلو شاطره روحي السعوديه، لو شاطره روحي شوفي هيحصل لك ايه لو دخلت السعوديه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. انتوا مش لاقيين حاجه تتكلموا فيها، عماله تجيبوا كلمه من الشرق وكلمه من الغرب. فيها ايه من مدام هناء قبلت ان هي تطلع عمره هديه؟ ما كل معظم القنوات الكبيره بيطلعوا هدايا، بيطلعوا في اماكن، بيروحوا يتفسحوا وبيلفوا وبيعملوا وبيجي لهم هدايا في بيتهم. يعني حلوه ليهم ووحشه لمدام هناء. طب اي قناه لما بتطلع تتكلم وبتسب في مدام هناء ان هي دلوقتي بتعتبرها شحاته، لو جات لها عمره هتعمل ايه؟ والله هتتحزم وترقص. يعني استغفر الله العظيم. مش هتبقى فرحانه ان جات لها عمره هديه؟ لو بعتوا لها مثلا لبيتها هديه كبيره قوي لاي قناه من القنوات اللي بتعايب على مدام هناء دي، مش هتبقى مبسوطه وفرحانه قوي؟ طب ليه بتستكتروا على مدام هناء؟ عشان مدام هناء ماهاش محتاجه. مدام هناء عندها قنواتها وبتكسب منها قد كده، ده غير ان هي لما تطلع معاش هتاخد معاش قد كده، وان هي بتاخد من الراجل العجوز مرتب. لا حول ولا قوه الا بالله. هو انتم ليه مش قادرين تصدقوا ان الست بتعمل ده لله؟ الست بتعمل الحاجه دي لله، مش بتاخد منها فلوس. يعني الست بتضيع من وقتها وبتروح تعمل الحاجة دي، تخدم الراجل العجوز ده مجانا، ما بتاخدش منه أجر، ما بتشتغلش عنده، ما بتشتغلش عنده الست. طب انا اقول لكم على حاجة، لو بتاخد من الدولة مرتب من ميسي عشان ميسي جانو، طب ما الست بتسافر وبتقعد بالاسبوع والاتنين، وكانت بتسافر وتقعد قد ايه لما سافرت مصر؟ هو القانون هناك يسمح للست انها تاخد الاجازات دي كلها وتسافر؟ ده انا فاكره مدام هناء كانت بتقول على اسمها ايه، زابيلا دي ولا اسمها ايه، ان هي من حقها مش عارفه تاخد اسبوعين ولا 3 في السنه كلها. ومدام هناء اديكوا شفتوها كانت بتنزل مصر كتير، بتسافر، راحت الامارات وراحت هنا وراحت هنا وبتقعد كتير. يبقى في اي قانون ده اللي هيسمح ان هي وهي بتشتغل تسيب الراجل اللي بتشتغل عنده وتسافر السفريات دي كلها؟ اديكوا شفتوها قعدت في الامارات قد ايه، اديكوا كنت بتشوفوها بتقعد في مصر قد ايه. مش اللي يقول كلمه يا جماعه يوزنها؟ لا حول ولا قوه الا بالله. وفيها ايه الست لما قالت انا بقبل الهدايا؟ ما بقالها قد ايه ما بتقبلش هدايا؟ كنتوا سبتوها برضك في حالها وقلتوا كتر خير مدام هناء ان هي ما بتاخدش هدايا من حد. لا انتوا مستكترين عليها الفيديوهات اللي بتعملها، عمالين تقولوا فيديو ولا 2 تسد الدين اللي عليها. ما بيجيها قد كده، بيجيها في الفيديوهات بتاعتها قد كده. مش ست تعبانه وشقيانه فيهم يا جماعه، هي الست قاعده كده والدولارات بتترمى عليها. لا حول ولا قوه الا بالله. وبعدين عيب جدا جدا ان احنا نقول ان مدام هناء طالعه بتشحت. يعني لما تقول انا بقبل الهدايا يا جماعه، ما هي شايفه قنوات كبيره، القنوات اللي اكبر من مدام هناء بتقبل هدايا. يعني هي ما طلبتش من حد، ما راحتش قالت لحد لازم تجيب لي هديه، لازم. الست بيجيلها هديه ما بتقولش لا، زي ما انتوا بتجيلكوا هدايا وما بتقولوش لا. الست جات لها قالت انا بقبل الهدايا لان بقى لها مده كبيره ما بتقبلش الهدايا. فما حد يبعت لحد هديه الطرف التاني بعتها بمزاجه، مدام هناء ما اجبرتهوش عشان تقول بتشحت.
فبلاش الطريقة دي في الكلام، عشان عيب نقول انها بتشحت. الست مش محتاجة، الست لو عايزة تسافر بدل البلد 2 و3 هتسافر على حسابها. وغير كده طالعين تتكلموا في موضوع المحامية لا، وطالعين في ايه؟ مش كده وبس، ده انتوا كمان جبتوا سيرة مدام الاستاذ مصطفى. هو انتوا كنتوا تعرفوا عنها حاجة؟ هو انتوا سمعتوا صوتها قبل كده؟ هو انتوا ليه الست اتكلمت قبل كده في حاجة؟ الست ما نعرفش عنها اي حاجة. لا، ما مرات الاستاذ مصطفى بتعرف فرنساوي كويس، ممكن مدام هناء تجيبها تقول لها ما حد سمع صوتك قبل كده، فانت تطلعي قولي الكلمتين دول. مش ممكن ابدا محامية هتيجي وتسيب وتتعب نفسها وتقعد تتكلم وكل كلمة بتقولها طب ما يمكن مدام هناء دفع لها، قالت لها بدل ما اجيلك وادفع فلوس مثلا زي ما بيقولوا عليها، مش جلسة، انا مش عارفة يعني، كشف زي الدكتور كده ما بتخش تكشف عنده بتدفع فلوس، وساعات في الاستشارة كمان بتدفع فلوس، ما يمكن مدام هناء هتدفع لها، اكنها قالت لها اتكلمي، يعني اتكلمي في التليفون واشرحي للمتابعين عندي اكني جيت لك بالظبط ودفعت لك. طب ايه المشكله ان مدام هناء لو عملت؟ لا، مفيش محاميه في الدنيا بتعمل. احنا عرفنا، احنا شفنا مدام هناء هتديها تكاليف المكالمه دي ولا لا؟ هي مدام هناء طلعت قالت مجانا؟ مدام هناء لا طلعت قالت مجانا ولا طلعت قالت حاجه. وليه لا الست ما تطلعش تقول لا، ده المحامي هناك وقته بفلوس، ما فيش وقت عنده انه يتكلم مع حد ولا انه يفتح مواضيع مع حد ولا كله كذب. وممكن تطلع مرات الاستاذ مصطفى وممكن بتدخلوا الست في الموضوع ليه؟ يعني انتوا بتدخلوا دلوقتي مدام الاستاذ مصطفى ليه؟ عمالين تعملوا مشكله كمان لمدام هناء مع الاستاذ مصطفى، ويقولوا لها انت متابعينك ولا الناس اللي في القنوات بيجيبوا سيره مرات؟ ليه يا جماعه؟ ليه؟ ومدام هناء مش مطلوب منها ولا مغصوبه عشان تعمل كده، هي مش مغصوبه انها تعمل كده ولا انها تأجر حد عشان يجي يقول كده. ايه المانع انها تكون محاميه يا ستي ودافعين لها زي ما بيقولوا بندفع عند الدكتور كشف؟ ايه المانع ان يكون مدام هناء هتديها فلوس اكنها راحت لها، بدل مدام هناء ما تروح لها هناك في المكتب بتاعها، انها تبقى مدام هناء قاعده في بيتها وهي قاعده في بيتها وتقول الكلمتين في التليفون عشان طريق مدام هناء يسمع وكل المتابعين يسمعوا. هي مدام هناء ما طلعتش ولا قالت اديت ولا ما اديتش، بس انا بقول ايه المانع في كده؟ بس اهدوا على نفسكم يا جماعه شويه، اهدوا على نفسكم شويه، حرام عليكم كده. كل خطوه للست، كل نفس، كل كلمه، كل حاجه بتحوروها لازم. وبعدين مين فيكم بيقبل ان حد يخش في ادق تفاصيله كده؟ طب حط انت نفسك مطرحها. اي حد من الناس اللي بيتكلموا على مدام هناء بطريقه مش كويسه، حط نفسك انت مطرحها. تقولي لا، هي سمحت لنفسها ان هي تطلع وتقول كل حياتها على اليوتيوب، يبقى احنا من حقنا ان احنا من حقك تتكلمي، بس مش في ادق التفاصيل، وانكم تقعدوا تجروا ورا الست وتلفوا وتسالوا وتبعتوا ناس يتجسسوا ويشوفوا الكلام ده صح ولا. انتوا لو عرفتوا مكان المحامية والله ما بصوا هتبعتوا ناس ويروحوا للمحامية ويسألها انت طلعتي اتكلمتي ولا ما طلعتيش. انتوا بتخشوا في حاجات مالكمش ده انتوا لا حول ولا قوة الا بالله. ده انتوا ناقصين تروحوا يعني يفتحوا البيت بتاع مدام هناء وتقعدوا فيها وتبقوا حاطين باصين لها كده عشان تشوفوا مدام هناء رمشت كام مرة في بعينيها، بربشت كام مرة، اتنفست كام مرة، اتوبت كام مرة. بتتكلموا في حاجات غريبة مالكمش دعوة بيها نهائي. الست المفروض احنا لينا اللي مدام هناء بتطلع تقوله، لكن هي بتدي اوامر ومش بتدي اوامر والكلام ده عيب يعني، عيب نطلع نقول كلام زي كده، ما يصحش.
يعني عيب، ما يصحش ان احنا نقعد كل شويه ما فيش في بقنا غير هناء هناء عملت، هناء سوت، هناء هناء هناء، حاطينها في بقكم زي اللبانه. طالعين يقولوا مامادو خلاص مدام هناء حطته في جيبها، ما هي هيطلع معاها، وهتلاقوه في كذا فيديو جديد طالع معاها، وهيطلع معاها كتير، هيطلع معاها كتير، عشان هو مامادو ما شاء الله عليه دمه خفيف ووشه مبتسم. فمدام هناء هتستغل الموضوع ده وهيطلع معاها بدل المرة 2 و3 عشان تستفيد، عشان مدام هناء تستفيد من الفيديوهات بتاعته، لان هي بيقولوا دفعت كتير جدا عشان تكتب الشقة باسم بنتها. فمدام هناء لازم تستفيد طبعا، لازم ترجع الفلوس اللي كتبتها اللي دفعتها عشان تكتب الشقة باسمها، قصدي باسم ياسمين. فدفعت كتير، فهي لازم تعمل فيديوهات كتير عشان تعوض. لا حول ولا قوة الا بالله يا جماعة. يعني دي بنتها حتى لو كتبت الشقة باسمها. ما كلكم بتعملوا كده، ما كلكم بتكتبوا لولادكم. يعني هو حلو ليكوا ووحش لمدام هناء لو كانت حقيقي كتبت الشقة باسمها، باسم بنتها. الله أعلم، الله أعلم كتبتها أو ما كتبتهاش. مدام أنا ما سمعتش بودني، ما أقدرش أطلع أقول إن هي كتبت الشقة باسم بنتها. حتى لو كتبتها باسم بنتها ده مش حرام، ده مش حرام. تعبها وشقاها السنين الطويلة دي تكتبهم لبنتها. فيا جماعة اهدوا شوية، اهدوا شوية على الست، اهدوا شوية على الست. خلي الست تاخد نفسها، خلوا الست تاخد نفسها. مش عارفة اقولك ايه مدام هناء غير ان ربنا يبارك فيكي ويديك الصحة ويفرحك كده بفرح فيروز قريب ان شاء الله، وتشيلي احفاد ياسمين بإذن الله، بإذن الله. وإن شاء الله تنيلي ورقة طلاقك قريب بإذن الله يا مدام هناء، ونفرح كلنا بإذن الله. صحيح بقى طلاق، بس انت كده كده متطلقة، كده كده انت متطلقه يا مدام هناء. يعني احنا ما بنجريش في خراب البيوت ولا بنفرح في خراب البيوت، وانت هتكوني مبسوطه ومرتاحه لما توصل لك الورقه دي. ربنا يبارك في صحتك وفي عمرك ويجازيكي كل خير على اللي انت بتعمليه مع ميسي وجانو. يلا بقى يا بنات عشان ما اطولش عليكم الفيديو، اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد من عندنا. مع الف سلامه.